السلام عليكم. معلش والله انا عندي اجتماع مهم النهارده ومش فاضي. كلمه اجتماع او ميتنج اكتر كلمه ابيوزد في البيزنس. كلمه بقت موضه وبنسمعها كتير وبنقولها كتير، يمكن عشان نحسس نفسنا ان احنا مهمين، غير انها احلى عذر ممكن تقوله لاي حد، لان الاجتماعات بقت جزء كبير من يومنا في الشغل. طب هو اصلا يعني ايه كلمه اجتماع؟ الاجتماع هو تجمع شخصين او اكتر في مكان محدد، وهدفهم انهم يتناقشوا في موضوع معين ويوصلوا لقرار، او لو في مشكله يحلوها. واحنا بنعمل الاجتماعات ليه؟ عشان تبادل المعلومات والافكار، وعشان القرارات، وعشان مراجعه الاداء. وبرضه بنعمل الاجتماعات عشان نحل المشكلات ونتغلب على اي تحدي، وحاجات زي تنسيق التعاون ما بين الادارات والاقسام. غير ان الاجتماعات بتعزز روح العمل الجماعي وبتحفز الموظفين. طب ايه هي انواع الاجتماعات؟ في اجتماعات دوريه اللي هي كل اسبوع وكل شهر وبنتابع فيها سير العمل، وفي اجتماعات غير دوريه ودي عشان خاطر نناقش موضوع طارئ او مشكله. لكن للاسف على ارض الواقع وفي شغلنا بنشوف انواع جديده خالص من الاجتماعات. زي ايه؟ لا دي بقى هنعرفها في الفيديوهات الجايه.